لماذا لا يحب تياغو أن ينادى بلقب والده ميسي؟ رغم أن الأمر يبدو غريبا، فإن تياغو لا يشعر بالراحة عند ربط اسمه بواحد من أعظم لاعبي العالم، فهو بطبيعته خجول ويفضل الابتعاد عن الأضواء. خلافا لشقيقه ماتيو الذي يحب الشهرة والمرح، يتميز تياغو بشخصية هادئة ومتحفظة، وعندما كبر بدأ يشعر بثقل الاسم الذي يحمله، ليس خجلا من والده، بل بسبب معاناة واجهها في المدرسة. روى ميسي أن تياغو كان يعاني مع الأطفال، حيث حاول البعض التقرب منه فقط لأنه ابن ميسي، وهو ما أثار قلق ليو وأنتونيلا، فقد كان من الصعب عليه التفرقة بين الصداقة الحقيقية والمزيفة، لكن والديه بذلا جهدا لحمايته ومساعدته على بناء علاقات صادقة، وهذا ما يفسر تأثر ميسي الشديد عند مغادرته برشلونة. أكثر ما كان يقلقه هو التأثير على أطفاله، خاصة تياغو الذي اضطر إلى مغادرة أصدقائه الحقيقيين والبدء من جديد في مدرسة يعرف فيها الجميع من يكون والده، ما جعل تكوين صداقات جديدة أمرا معقدا جدا.